الملفات الإقليمية التي تهم كلا البلدين. اكتسبت زيارة الرئيس السوداني لمصر أهمية خاصة نظرا لكونها الزيارة الأولى التي يقوم بها البشير للقاهرة بعد الانقلاب، كما اكتسبت أهمية أخرى لكونها تأتي بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها البشير بخصوص مثلث حلايب الخاضع حاليا للسيطرة المصرية، حيث اعتبره أرضا سودانية لا يمكن التنازل عنها، وإن عاد وأكد مؤخرا أن بلاده لن تحارب بشأنه، وإنما سيخضع الأمر للتفاوض، وإن تعذر فسيتم اللجوء للتحكيم. الأبعاد الثنائية ستكون حاضرة في الزيارة، لا سيما على صعيد الاستثمارات وتفعيل اتفاقيات الحريات الأربع بينهما، الخاصة بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك، والتي تم توقيعها عام 2004، حيث تعتريها وفق نظر السودان بعض العقبات من الجانب المصري. البعد التجاري سيكون حاضرا أيضا، خصوصا في ظل وجود بعض الأفكار التي ترى ضرورة إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين كحل لمشكلة حلايب من ناحية، وكنوات لإقامة التكامل المنشود بين البلدين منذ الثمانينيات من ناحية ثانية. لكن مع ذلك تظل هناك مجموعة من القضايا الثنائية العالقة بين الجانبين، أبرزها ملف دعم المعارضة في كليهما، فمصر تتهم السودان بإيوائها قيادات الإخوان المسلمين، في حين تتهم الخرطوم القاهرة بإيواء المعارضة، بداية من الرئيس الراحل جعفر نميري وصولا لرئيس حزب الأمة الصادق المهدي. الأمر نفسه ينطبق بخصوص سد النهضة الإثيوبي وبروز بوادر خلاف بين دولتي المصب مصر والسودان بشأنه، وإحساس القاهرة بميل الخرطوم تجاه أديس أبابا. وعلى الصعيد الإقليمي يأتي الملف الليبي في مقدمة القضايا الحساسة، خاصة في ظل دعم كل طرف لإحدى الفصائل المتحاربة في ليبيا، فمصر تدعم قوات حفتر في حين تدعم الخرطوم جبهة الثوار المناهضة له، وبالتالي فلا بد من اتفاق الطرفين على تسوية ما للأزمة حتى لا يتأثر بتداعياتها السلبية. زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر هي الأولى من نوعها منذ صعود الرئيس السيسي إلى السلطة فيها إثر انقلاب عسكري، خطوة يعول عليها السودان كثيرا في اتجاه خدمة المصالح المشتركة بين البلدين، ويصفها بأنها استراتيجية ومهمة. على طاولة البحث ثمة ملفات متداخلة ومعقدة، تبدأ باتهامات السودان لمصر بعدم تنفيذ اتفاق الحريات الأربع، وهي التنقل والتملك والإقامة والعمل، فضلا عن تباين المواقف من سد النهضة الإثيوبي، ولا تنتهي بالنزاع حول منطقة حلايب والشلاتين. فيما يتصل بملف حلايب فإن أفضل خيار لدى الطرفين حاليا هو تجميد هذا الملف، باعتبار أنه هو أحد مظاهر الخلافات الدائمة في العلاقات منذ الخمسينات، وظل هذا الملف عالقا، وبالتالي لا يمكن حسمه في جلسة أو جلستين. بين الرئيسين البشير والسيسي ملفات تبدو شائكة، إذ يتخوف كل طرف من الآخر فيما يتصل باستضافة معارضيه السياسيين، ملف قد يكون في مقدمة تباحث قيادتي البلدين، خاصة بعد افتراض القاهرة أن الخرطوم تؤوي بعض الإخوان المسلمين بحكم تقارب نظامها أيديولوجيا مع إخوان مصر، وهو ما سارعت بنفيه الخرطوم. لكن بعض أحزاب المعارضة الإسلامية في الخرطوم تتطلع نحو لعب قيادتي البلدين دورا يقلل من تباعد الإخوان وحكومة السيسي من جهة، وبين حكومة السودان وأحزابها المعارضة من جهة أخرى. إذا حصل أي تقدم في العلاقة بين مصر والسودان، السودان يستطيع أن يلعب دور في العلاقة بين الأخوان المسلمين والسيسي، السيسي يستطيع أن يلعب دور بين العلاقة يعني بين السودان بين النظام السوداني والمعارضة السودانية. ينظر الشارع السوداني إلى العلاقة مع مصر بأنها تاريخية. العلاقة مع مصر بتنعش الاقتصاد السوداني الصغير، الناس الصغار صغار زيي وزي الآخرين. أفتكر مصر ما حتكون بدون السودان أو السودان بيكون بدون مصر. زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة ليست مجرد رد لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في يونيو حزيران الماضي، إنما ينظر أن يكون هدفها إعادة صياغة العلاقات السودانية المصرية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، الخرطوم.